بالتالي على جميع رجال الشرطة العسكرية أن يكونوا في فترة العيد متواجدين مع رجال المرور لتنظيم حركة السير، ضمان سلامة الطرق الفرعية والرئيسية، أداء واجباتهم داخل المدن وخارج المدن، انتظار الأوامر العسكرية من الإدارة التي تعمل على مدار الساعة. وبالتالي أتمنى من الشرطة العسكرية أن يكونوا في البوابات على امتداد الطرق العامة والطرق الفرعية وتنفيذ الواجبات المكلفين بها بكل تفاني، وأنا أحييهم صراحة على ما يقوم به من واجبات. الآن لدينا شأن آخر، الآن خلينا نخرج إلى الإرهاب. حدثت في مصراتة في 2015 وبالتحديد يوم 9/7/2015، وكانت ليلة كان الوضع طبعا صيام، وبعد صلاة التراويح تم اغتيال أحد ضباط مدينة مصراتة وهو العقيد الطاهر الوش. هذا الضابط اللي تشوفيه الآن هو عقيد، هذه الصورة فيها مقدم لداعش وهو حمدي علي أبو بكر العباسي. القضية تقول أن حمدي هذا أبو وهيب تم تزوير هذا الزواج، وتم تسفيره من ليبيا إلى تركيا لغرض العلاج، وبعد ذلك عاد إلى مصراتة، ويوم 31/5/2015 قام بتفجير بوابة الدافنية بعملية انتحارية. قتل في تلك العملية 3 من الجنود وجرح 6 من الجنود الذين كانوا في البوابة. بعد ذلك هذا الضابط، نعود إلى الضابط، قام بالقبض على المدعو العباسي ووضعه في السجن. يوم 9/7 في الصبح جاءت رسالة، هذه رسالة واضحة جدا، تقول على إطلاق سراح حمدي علي أبو بكر العباسي والسيد محمد بن حميد الحوثي المحتجزين لديهم. ولكن هذه رسالة موقعة من إبراهيم يوسف بن غشير رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة، والآن يقدم في روحه رئيس مجلس وأعيان ليبيا. هذا العباسي ولكن بعد ساعات تكون لا تملك من الوطنية شيء، بل هي داعمة للإرهاب وداعمة للجماعات المسلحة أو الجماعات الإرهابية مثل داعش وتنظيم القاعدة. طبعا الأسلوب الاغتيالات هو أسلوب قاعدي أو أسلوب داعش. بعد ذلك هذا الأسلوب لإخفاء حقائق، لقطع أو لإنهاء أصوات وطنية، لتدمير قاعدة وطنية يقومون بالاغتيالات. إذا رأينا من صنع الإرهاب في ليبيا وكيف صنع الإرهاب في ليبيا فلنشاهد بعض الصور الخاصة بقطر. حمد عبد الله فطيس، هذا الصورة، هذا حمد عبد الله فطيس قطري جنسية ورئيس أركان معين معبي أسلحة قناصات ومفخخات ولاصقات، وهو متواجد معهم هنا في بنغازي. بعد ذلك بعد أما بنغازي انتقل إلى طرابلس. كيف انتقل لطرابلس؟ طرابلس وكان قائد لليبيا الجديدة، ليبيا القطرية وليست ليبيا الليبية بل ليبيا القطرية. الآن بدأ يصنعوا في بلحاج بشكل آخر، ظهر هنا مع بلحاج. هذه الشخصية ظهر في عدة مواقع، حتى 2013 كان يظهر في ليبيا، حتى تاريخ 2013 كان يظهر في ليبيا. الآن في صناعة الإرهاب وفي تقديم قادة الإرهابيين كقادة جدد لليبيا قاموا بدعمهم بجنود قطريين، هؤلاء اللي في الخلف بالكامل قطريين. في مشهد آخر، خذ المشهد هذا، شوف نفسه، هو الشخص هو عميد في الجيش الإماراتي. أسمع شنو يقول. تفضل. هذه إحدى جرائم قطر في ليبيا. وبعد ذلك نعود إلى الجرائم السياسية. لما تمكنوا من ليبيا في 2012 2013 شوف أنا نفس العملية يحضر في تخرج، هنا يحضر في تخرج ضمن ضباط دفاع جوي تقريبا، هنا في المنصة الرئيسية من سفارة دولة قطر في ليبيا. سعادة الأخ مدير إدارة الشؤون العربية المحترم، وزارة الخارجية الدوحة، تحية طيبة. وبعد المؤتمر
متطوع من دول بلاد المغرب العربي وشمال أفريقيا للقتال في سوريا بعد انتهاء تدريباتهم على الأعمال العسكرية والقتالية والتعامل مع الأسلحة الثقيلة، خصوصا في معسكرات الزنتان وبنغازي والزاوية ومصراتة. لذلك نقترح إرسالهم على 3 دفعات عبر الموانئ الليبية لتركيا، علما بأن هذه المجموعات ستكون جاهزة بحلول الأسبوع القادم. نرجو التنسيق مع الجانب التركي لاستقبال المقاتلين. هذا هو الحاكم الرئيسي لتركيا، وهذا من يقوم بقيادة تهريب العمليات أو المجموعات الإرهابية إلى تركيا، ومن تركيا إلى سوريا، ومن تركيا كذلك إلى العراق. هناك كتب أخرى من ليبيا تركيا للعراق. كيف يجيبوا في المقاتلين من تونس، من المغرب، من موريتانيا، من كل مكان، وجمعوا فيهم في طرابلس في هذه المعسكرات اللي سماها الآن، وتم بعد ذلك نقلهم إلى تركيا. هذه قائد مجموعة الارتباط القطري في بنغازي مبارك فهد راشد النعيمي. نأمل منكم الموافقة على نقل أسلحة شخصية لفريق حماية السفير القطري من بنغازي إلى طرابلس. وبالتالي هذه الساحة كانت ساحة قطرية بامتياز، وكانت قطر تلعب فيها بامتياز، وكانت دول أخرى تستخدمها قطر كخطوط مواصلات وكنقل وكتوفير أسلحة وذخائر. وسوف نشوف ذلك في مفاجأة أخرى من مفاجآت القضية الليبية. طبعا هذا الكلام كله مرتبط بالسودان، ولدي إثباتات في هذا الشأن خاصة بالسودان. هذه محاضر اجتماعات القيادة السودانية على أعلى مستوى، خاصة بكل العمليات العسكرية للجيش السوداني، بما فيها دعم الإرهابيين في ليبيا بالاسم وبالتاريخ واسم المتحدث. هنقرأ عليكم من يخص بعض ليبيا. على فكرة أنا اكتشفت السودان لا يتعاملوا مع الجيران أو مع السياسة الدولية على حسن الجوار أو على العلاقات أو على المصالح المشتركة، لا، يتعاملوا على كودات. كل ما عندها مخاوف من سد النهضة أدعم أثيوبيا، هل عندها مخاوف من إيران أدعم إيران. لا يتعاملوا بحسن الجوار ولا الأمن المشترك ولا زي ما نقولوا القومية المشتركة، لا، هذا الكلام كله زائل. إذا كان رأينا هذا محضر رسمي من داخل القيادة السودانية. مثلا هذا الاجتماع طبعا يتكلم على كل الدول، على مصر وعلى السعودية وعلى إيران وعلى حزب الله وعلى خلايا في لبنان وعلى ليبيا وعلى غيرها. يقول هنا: أما ما يختص بتطورات بليبيا لقد زارنا لقائد الجيش الليبي واتفقنا على تنسيق أمني وزيادة عدد تدريب الضباط بالكلية الحربية والعمل على بناء الجيش الليبي حتى يستطيع الوقوف لحماية الشرعية والحكومة وتطوير القوات المشتركة في الحدود بين البلدين ودعمهم بالخطط العسكرية والاستخبارات حتى يتمكنوا من هزيمة حفتر. وإذا انتصر حفتر سوف يشكل لنا عبء أمني ويلقي بفرازات على علاقاتنا مع تشاد، كما يقوي حلف السيسي بمصر وممكن يدعم الحركات وهي أصلا موجودة بمصر، لذا ضرورة دعمنا لأخواننا من التيارات الإسلامية لضمان أمننا. يعني السودان تضمن أمنها، تدعم القاعدة وتدعم داعش والأخوان اللي قطعوا فلوس المواطنين. هناهي طبعا كل الدول. هذا المحضر كامل، هذا محضر اجتماع. هذا شوف شنو يقول في هذه الفقرة. يقول: فقدنا، هذه بعد مصر نشطت الاستطلاع الجوي ونشطت العملية مكافحة التهريب. يقول: فقدنا ممرات آمنة للسلاح عبر الأراضي الإسلامية في فلسطين ولبنان، وتحالفاتنا مع حزب الله والدعم اللوجستي من إيران وقطر وتركيا. تابعنا مشاهدينا جانبا من هذا المؤتمر الصحفي للعقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عرض فيه عدد كبير من المعلومات أو كم كبير من المعلومات. ربما سأخذ تعليق من ضيفنا ما زال معنا من الرياض الخبير في شؤون الجماعات